مين متاخر وبيتدلع ونازل وقرر ان هو فجاه يعمل لكم فيديو عشان هو مر بنفس التجربه اللي انتوا بتمروا بيها دلوقتي دي، وكمان كان عنده امتحانات دور تاني يعني انا، فقررت اعمل لكم الفيديو. فحاسه ان انا استحق بقى منكم لايكات كتير. وبالنسبه للبنات اللي بتشوف الفيديو ده، انا عارفه ان دي مش فرشه بلاشر، عارفه ان دي فرشه هايلايتر، بس انا بحب احط بيها البلاشر، فمحدش يتريق عليا يا جماعه. اي نو انا عارفه كده كده ان دي فرشه هايلايتر. فانا متاخره وفي الفيديو ده ان شاء الله، عشان هو لازم يكون فيديو مهم ليك، عشان انا عارفه انت بتمر بايه. فاوكي، احنا هنخرج نفسنا النهارده ان شاء الله من الحاله اللي احنا بنمر بيها. واسمع مني بقى انا عديت بايه وازاي خرجت من كل ده، والحمد لله حياتي كويسه، والحمد لله يعني بعمل الحاجه اللي انا بحبها. واول حاجه بعملها انا بحبها ان انا قاعده بعمل لك الفيديو ده دلوقتي. فيلا بينا بقى نشوف هنحكي في ايه وانا بجهز معاكم. اولى يا جامعه يا جت، اولى يا جامعه يا جت، مبروك، الف 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 مليون مبروك. طبعا بتقولي لنا مبروك على ايه؟ ده احنا داخلين الكليات اللي احنا مش عايزينها ومش حابينها، بتقولي لنا مبروك على ايه؟ احنا متضايقين وداخلين الفيديو ده عشان احنا مخنوقين. هتعرفوا انا بقول لكم مبروك على ايه دلوقتي. عايزاكم تتبسطوا، بس قبل ما عايزاكم تتبسطوا احط دي ولا احط دي؟ حاسه ان دي او دي. بصوا قربت تخلص، هشحت بقيه الشهر بس مش مهم. المهم ان انا بعشق الريحه دي، يعني الصوت ده بيغسلني والله. هحط تاني بقى وانا نازله عشان انا بحب احط قبل ما انزل كتير. المهم نرجع لموضوعنا. تالتة ثانوي وما دخلناش الكليات اللي احنا عايزينها، نعمل ايه؟ هل هنفضل في الحزن اللي احنا فيه ده، ولا نخرج منه ازاي؟ وازاي انا اصلا قدرت اخرج منه، وازاي وصلت الحاجه اللي انا بحبها، وكل الكلام ده ازاي تقدر تتخطى الفتره اللي انت فيها دلوقتي دي. نتكلم جد شويه يا جماعه. انا عارفه ان 3/4 الناس اللي داخله الفيديو ده داخلين عشان هم اتظلموا في ثالثه ثانوي. يعني في ناس عملت اللي عليها كويس قوي، وفي ناس ذاكرت واجتهدت ودخلت الامتحانات ادت برضو كويس وحلت كويس، ولكن يوم النتيجه هي اتفاجئت ان هي مش جايبه الدرجه اللي تستحقها. لا، ده كمان في ناس دخلت دور التاني وهم ما كانوش يستحقوا ده، وفي ناس دخلت دور تاني وعادي عشان هي ما حلتش. بس الناس بقى اللي حلت والناس اللي ذاكرت، اللي هي حاسه ان هي خلاص ضايعه والدنيا مسوده في وشهم، يعملوا ايه؟ بصوا يا جماعه، انا هحكي لكم كمان. انا قبل ما اقول لكم تعملوا ايه، انا هحكي لكم انا مريت بايه، وهحكي لكم ان انا شلت ماده وكمان ما رحتش امتحان لماده، وهحكي لكم ازاي تخطيت الفتره دي عشان تعرفوا بجد ان دي مش نهايه العالم. طبعا انا عارفه ان انتوا عايزين تسالوا على ايه اللي في ايدي، بس باينه اهي، مش عارفه بتقول عليها مروحه هوايه على حسب بقى. دي ما اقدرش انزل من غيرها في الصيف بجد، يعني الناس تسيح كده، انا ببقى هين عليا انزل بالتكييف، انزل بالمروحه، انزل باي حاجه تهوي. بس دي بقى اكتشفتها اختراع، يعني هي مش لايقه على البتاع اللي انا لابساه، بس مش مهم يعني، الجو نار. انا كنت في ثالثه ثانوي، حلو. ثالثه ثانوي دي سنه بعبع بجد بالنسبه لناس كتير. دخلت وكنت شطوره وكنت بجيب درجات حلوه، وكانت الناس بتقول لي يا دكتوره يا دكتوره. دخلت الامتحانات، بس جيت عند امتحان الفيزياء انا ما رحتش الامتحان. تخيلوا حد عاقل بدماغه ما يروحش الامتحان، وما كنتش مقسمه السنه. فتخيل معايا كده، يبقى صباح عندك امتحان ثانويه عامه وتقول لاهلك في البيت انا مش رايح. يا لهوي على الطخ والدب اللي انا سمعتهم في البيت. يحايلوا فيا، ابويا يحايل فيا، امي تحايل فيا، يجيبوا الجيران تحايل فيا، انا ولا هنا ولا هنا، انا بدماغي انا مش رايحه الامتحان، يعني انا مش رايحه الامتحان. نمت اللي هو مش نايمه بقى، انا نايمه صاحيه بعيط، وامي بتعيط، وشويه وابويا كان قاعد جنبي. الموضوع صعب. المهم ما رحتش الامتحان، ويا ريتني كنت رحت. وزي ما قلت لكم قبل كده في القناه الثانيه ان الامتحان جه سهل جدا، وانا كمان شلت كيمياء. بس انا في الفيزياء عملت شهاده مرضيه الصراحه، انا ضربتها عند دكتور يعني انا كنت عارفاه، ورحت امتحنت الدور الثاني فاخدت الدرجه بتاعتي كامله الحمد لله. الف شكر ليك يا رب. تخيلوا بقى انا عشت اسوأ من اللي انتوا بتعيشوه دلوقتي. تخيلوا كميه الحزن والبؤس اللي انا كنت فيه. ففكره ان انا اعمل لكم الفيديو ده والله العظيم ما هي الا اني حاسه بيكم. انا عارفه يمكن مثلا لو حد طلع كلمكم وقال لكم خلاص بقى شوفوا حياتكم كده، هو ممرج بالتجربه، بس تخيل بقى تجربتي السيئه يعني ما شفتش اسوأ من كده. ولكن بالرغم من ده ارجع واقول اني انسانه محظوظه.
عارفه ان انتوا هتقولوا انت محظوظه ليه، يعني ايه اللي حصل لك بعديها، يعني ايه اللي حصل، مستعدين تعرفوا ايه اللي حصل؟ انا هقول لكم ايه اللي حصل. المهم النتيجه بقى طلعت دور تاني، وقدمت في الكليه وحلمت حلم انا هحكي لكم هنا، انا كنت حكيته قبل كده في القناه التانيه، بس انتوا خليكم هنا في القناه دي عشان بقى البنانيت اكتر، الحاجات اللي جايه كلها حاجات بنانيت بقى، ماشي اوكي؟ اتفقنا. احكي لكم. صليت استخاره وحلمت ان انا كنت راكبه سفينه سيدنا نوح، فالحلم ده يعني كان معناته حلو، والحمد لله دخلت الكليه، ولكن انا ما لقيتش نفسي في الكليه، ولقد اصابني الحزن واصابني الاكتئاب واصابني الهم والغم والنكد، وبقيت انسانه كئيبه وبائسه وحزينه لمده اكتر من 2 سنين. كل لما اشوف نتيجه الثانويه العامه احس بنفس الشعور، وكل لما اشوف امتحانات ثانويه عامه احس بنفس الشعور، لحد ما دورت على شغفي واتعلمت لغه، بتعلم حاليا ايطالي. الايطالي ده جميل قوي يا جماعه بجد، وبدات اطور من نفسي واخدت كورسات في حاجات كتيره قوي، وبدات اشوف الدنيا بلون تاني بعد بجد اكتئاب كتير. انا بقول لكم عشان ما تكتئبوش، عشان تبداوا تدوروا على شغفكم من دلوقتي، يعني القصه دي مش بحكيها كده اللي هي فن وخلاص، لا، عشان تبداوا تدوروا على الشغف بتاعكم من دلوقتي، وما تسيبوش نفسكم للاكتئاب. ولو ما عندكوش شغف لحاجه معينه او لسه ما اكتشفتوش شغفكم فين، ابداوا حطوا نفسكم في الاماكن اللي تعلمكم حاجه تنفعكم، حاجه تنفعكم بجد، مش حاجه تنفعكم كده وخلاص. يعني مثلا خدوا كورسات انجليش، اول حاجه اتعلموا لغه الانجليزي اللي هي اللغه الانجليزيه، لان هي مفيده جدا وهتنفعكم في اي شغل. اتعلموا لغه تانية ايا كانت اللغه التانية اللي انتوا تحبوها، بتحبوا اللغه اللي انتوا اخدتوها في ثانويه عامه، اتعلموها وخدوا فيها كورسات، هتفيدكم 100%. مفيش اي لغه هتتعلمها مش هتفيدك. دي اول حاجه حط نفسك فيها، يمكن تلاقي شغفك في مجال اللغات، يمكن تلاقي شغفك في مجالات تانية. انا مثلا اخدت كورسات كتيره، من ضمنها كورسات التفصيل بقى والفساتين السواريات والحاجات دي. قريبا انا بعلن هنا في القناه ان انا هفتح البراند بتاعي، وده هيبقى مفاجاه بجد بجد. اعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا طريق نجاحي وتتحفزوا وما توقفوش نفسكم ابدا. ودي كده نص الحكايه. ليه بقى؟ عشان انا مستعجله وقاعده بعمل فيديو هنا، وانا المفروض انزل عشان عندي مشوار كمان نص ساعه. ولكن لو عايزين تعرفوا بقى الكورسات اللي انا اخدتها، وازاي طورت نفسي في الانجليش، وازاي طورت نفسي في الايطالي، وباخد كورسات اونلاين فين مجاني وكده، والبنات بقى تعرف حاجات البنات وكده، وحاجات اساسيات بقى لبس الجامعه والتحضيرات والحاجات القمر دي كلها، متنسوش اللايك والسبسكرايب عشان الفيديوهات الجايه مهمه جدا جدا جدا. وبرده هحكي لكم فيها حاجات عني وعن الطريق مشيته ازاي، وازاي خرجت نفسي من الاكتئاب بسبب نتيجه الثانويه العامه. وبس كده، شوفوا بقى الفيديوهات اللي في القناه، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. انا باكد عليكم اي حد شاف الفيديو ده ما عملش لايك وسبسكرايب انا مش مسامحاه، عشان انا اخرت نفسي عشان اعمل لك الفيديو ده وانت ما قدرتنيش. يوصل بقى ل1000 لايك وبس كده. باي.